اهلا بيكم في دوري الفطار المصري في دمنهور. معانا 5 مطاعم دوري الفطار المصري، الفول والطعميه، الفول والفلافل، زي ما انت عايز تقول. نشوفه. نبتدي معانا بالوحيد، مطعم لذيذ. جبنا واحد فول، واحد طعميه، واحد بطاطس، هنجرب بقى ايه من التلاتة. بسم الله. معانا الفول، معانا الطعميه بتاعت الوحيد، نشوفه كده. بسم الله. وندوق البطاطس. بسم الله. الوحيد سندوتش الفول ب6 والطعمية ب6 والبطاطس ب12، وكان في جنيه هو أخده، مش عارف حط بيه مخلل ولا أخده كده، مش عارف راح فين. هندخل في اللي بعديه، ومعانا أبو ربيع. أبو ربيع أغلى واحد في الحلقة. أبو ربيع عنده السندوتش الفول ب8 والطعمية ب8 والبطاطس كاتشب ب15. طبعا 12 دي البطاطس من غير كاتشب، بكاتشب وكده هتبقى 14 15. فينا معانا ب15. فنشوفه. أول حاجة الفول. بسم الله. بعد ما دوقنا طبعا فول ابو ربيع، ندوق الطعميه. شوفوا الطعميه. بسم الله. ندوق البطاطس بقى. بسم الله. بالنسبه لي الفول بتاعه احسن شويه من الوحيد، طعميه حلوه. البطاطس اغلبهم بطاطس طبعا بردت، مش احسن حاجه، واللي هي الفارم ديت مش بطاطس طبيعيه فريش. فنشوفه، هنقول لنا رايكم في الاخر. ندخل على الطازج. طازج طبعا. السندوتش عنده طبعا الواحد ب6 فول او الطعميه، والبطاطس ب12 او 13 تقريبا، بطاطس ساده. فنشوفوا الفول. بسم الله. فول عادي في البسيط منه. نشوف الطعميه. بسم الله. نشوف البطاطس. بطاطس فارم برضه. بسم الله. مستواهم النهارده المستوى متقارب جدا، مفيش حد متفوق. الفول كلهم عاملين لحسه في السندوتش، مع انهم اصلا في الايام العاديه بيبقى اكتر، بس ممكن النهارده عشان النهارده الجمعه وكده، ضغط شغل وكده، بس كلهم حاطين لحسة. مستواهم متقارب من بعض، مفيش حاجة قوية جدا. وكلهم. نشوف اللي بعده. اللي بعده معانا عبد الله، من أشهر المحلات في دمنهور، من أقدامها. نشوفه. الفول عنده طبعا الفول طعمية، بس كل واحد ب6. كلهم أغلبهم نفس الأسعار، ما عدا أبو ربيع أغلى شوية. والبطاطس ب10، أرخص من التانيين. بطاطس سادة طبعا. فنشوفه. بسم الله. ده الفول بتاعه مميز، أميز واحد فيهم، حاطط زيت حار عليه، زيت بذرة الكتان، فطبعا مديله طعم غني جدا. اللي بيحب الزيت الحار، تانيين زيت عادي وطحينة. فنشوف الطعمية. والعيش كمان كله متقارب من بعضه أغلب المطاعم. بسم الله. نشوف الأخير معانا ملوخية، برضه من أشهر محلات الفول والطعمية في دمنهور. عنده الفول ب6 والطعمية ب6 والبطاطس ب12. فنشوفه. البطاطس سادة طبعا. نشوف الفول نجرب. بسم الله. العيش اللي مستحمل سنة أكتر النهاردة هو عيش ملوخية. باقي العيش كله ضعيف شوية، ما بيستحملش الطحينة وبيقطع. بنشوف الطعمية. بسم الله. ندوق البطاطس. بسم الله. بشكل عام تقييمنا بعد مناقشات وحاجات كتيرة، هندي البطاطس أحسن سندوتش بطاطس، هديه لملوخية، بعد كده طازج، بعدين الوحيد، عبد الله، أبو ربيع. ده الترتيب بتاع البطاطس. الفول هديه عبد الله، ملوخية، طازج، أبو ربيع، الوحيد. ده الفول. الطعمية هديه لعبد الله وملوخية وطازج وابو ربيع برضو والوحيد، نفس الترتيب. فدي من وجهة نظر الحلقة النهاردة. وعندنا كمان عبد الله عنده البتنجان والحاجات بقى، الحباش والحاجات دي، ده هو اصلا اللي بيقدم الحاجات دي. فعنده الحاجات ديت مميزة جدا 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 وجميلة. فالبتنجان بتاعه مودي الفول والطعمية او الفول والفلافل في حتة تانية خالص. فيعني عبد الله أسطورة في الفول والطعمية، الأكل الشعبي مسيطر جامد. فده كان تقييمنا من وجهة نظر الحلقة. فبس لو عجبتكم الحلقة متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعنا على السوشيال ميديا، لينكات في الديسكريبشن. اشوفكم في حلقة جديدة على سبراي فود.
سلام.